بتفرج على فيديوهات لمؤثرين على السوشيال ميديا بيتكلموا عن العادات وعلى النجاح وعن مصادر الدخل المتعددة وعن الصحيان بدري وعن الأكل الصحي والرياضة وعن الحياة الاجتماعية بشكل عام. بيتكلموا ازاي أصلا أبدأ إن أنا أعدل من جوانب حياتي وأزيد الجانب ده لحد ما أملى التانك بتاعه كله. لكن أنا في النهاية لما باجي أبص على إن أنا ازاي أصلا أرتب أموري وازاي أعمل كل اللي هما بيعملوه، بحيث إن أنا وقفت عجزت ومش قادرة أعمل أي حاجة. يا ترى ايه الحل؟ باختصار الحل في ايديك انت او في ايديكي انتي. كل اللي المفروض تعملوه تسمعوا القصة دي بتقول ان في مدير شركة، جم الموظفين عليه لقوه قاعد مبسوط جدا وفرحان، فسألوه هو انت مبسوط كده ليه وفرحان؟ قال لهم اصل عدوكم اللدود مات. قالوا له عدونا مين؟ قال لهم عدوكم اللي كان واقف وعائق في نجاحكم وكان بيحقد عليكم وكان بيخليكمش تنجحوا وبيخليكمش تشتغلوا كويس، مش بيخليكم فايقين دايما في الشغل. عموما هو مستنيكم جوه، او هو النعش بتاعه جوه، يعني لو حد حابب يخش يوقع. فطبعا كلهم استغربوا جدا، كل واحد فيهم قاعد يفكر هو في مين عدو ده، لحد ما كلهم قالوا احنا عايزين نخش نشوفه. قال لهم بشرط كل واحد فيكم هيخش لوحده. طبعا دخلوا، كل واحد دخل لوحده. اول واحد دخل لقى الاوضه كلها فاضيه، مفيش غير مرايه طويله. واول ما دخل لقى نفسه في المرايه. فهمتوا؟ اه، هو فهم على طول. اول ما دخل وشاف نفسه قدام المرايه قال ايه ده؟ انا انا عدوي؟ انا اللي واقف عائق في نجاحي؟ انا اللي مش بعرف انجح بسببه؟ طلع وهو مش فاهم حاجة وحاسس ان الدنيا كلها بتلف بيه. كل واحد فيهم دخل طلع بنفس الحالة دي، وفي الاخر المدير قال لهم ها، عرفتوا مين عدوكم اللدود بقى واللي واقف في طريق نجاحكم؟ اظن دلوقتي انت كمان او انت كمان فهمتوا مين عدوكم اللي بيقف قدامكم وبيخليكم مش قادرين تنجحوا ومش قادرين توصلوا كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها للناس اللي حواليكم. باختصار الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي بتنجح بشكل مبهر، او مش هقولكم بسرعه بس هو بشكل مبهر، وتحسوا كده ان هم عملوا حاجه احنا مش قادرين نعملها. هم كل اللي هم عملوه بدأوا بنفسهم، بدأوا بعاداتهم. انا بنصحكم جدا تقرأوا عادات او كتاب العادات الذريه. الكتاب ده فعلا ذري، لانه قد ايه هو حاجه، هو بيتكلم عن بديهيات على فكره، ولكن البديهيات دي احنا مش حاطينها في دماغنا. يعني بيتكلم عن العادات الصغيره سواء سيئه او ايجابيه. لو بداتي مثلا بالعادات السيئه او السلبيه هتلاقي ان العاده دي عماله تتفاقم وتكبر 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 لحد ما هتبدا تسيطر على حياتك خالص. لكن لو جيتي بقى عند العادات الايجابيه تلاقيها برضو عماله تتفاقم وتكبر، وبس هي اللي بتسيطر على كل الحاجات الوحشه في حياتك، وبتبدا انها تعدلك مستوى الحياه او مستوى الجانب اللي انت بتعملي فيه. مثلا خلينا نقول ان انت مثلا بتلعبي رياضه كل يوم، وفجاه بعد سنه لقيتي نفسك جسمك رياضي جدا، وناس بتنهال عليكي بالعروض ان انت تبداي تدربيهم ازاي جسمك بقى رياضي وبتاكلي ايه وبتشربي ايه. خاصه بقى لو انت موجوده اصلا على السوشيال ميديا والناس شافتك، اكيد هيخشوا يكلموك ويقولوا لك انت عملتي ايه وغيرتي في جسمك كده. لو بس اهتميتي ببشرتك شويه وخليتي شكل بشرتك حلو ونضاره كده وحيويه، كلهم هيخشوا يسالوكوا انت استخدمتي ايه وعملتي ايه. في حين ان انت ممكن تستخدمي دوت لصالحك في ان انت تجيبي منتج وتسوقي له، او انت تصنعي منتج بنفسك وتجربيه على نفسك وتبداي برضو تسوقي له. الموضوع بيبقى محتاج وقت، لكن المشكله ان الانسان خلق عجولا، عايز ينجح دلوقتي وعايز يكسب دلوقتي وعاوز ياخد كورس ده دلوقتي ويستفاد منه كله دلوقتي. كل الكلام ده غلط. الاستعجال غلط، او ان انت تستعجلي النتائج غلط، لان احنا بنعمل وربنا عليه النتيجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش كمان تتابعونا على الصفحه وتحطوا لنا لايك علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. انتظروا على طول في نزول على الفيسبوك.